نعم، نشوفوا اليوم فقط نقول لكم مانيش حنحضر لكم العجينه الايطاليه لانه ما بقاش معنا وقت كبير، لانه العجينه الايطاليه فيها نشوفوا يعني ما فيهاش مواد كبيره، نشوفوها في الاعداد المقبله. اليوم راح نشوفوا فقط هاد العجينه اللي هي عجينه البغيزي اللي كنت حضرتها. نشوفوا المكونات اللي راح نديروها داخلها. عندي هنا راح نحط هنا عندي بصل. عندي باش نحضر هاد البيتزا اللي هي بالفلفل اللي رانا في وقته، يعني رانا في اخر موسم الفلفل اللي عندنا. الفلفل عندنا زوج حبات فلفل احمر هكذا مقطع طويل. عندي ايضا زوج حبات فلفل خضر مقطع طويل. عندي 3 حبات كرات او بواغو. عندي ايضا 3 حبات او 3 سنات ثوم. وايضا عندي فلفل للتزيين، فلفل خضر وفلفل احمر. وايضا عندي شابلور باش نستعملها في قاع هاد لي تارت. وعندي ايضا باش نديروا هاد الكريمه اللي حنديروها في هاد الكيفيه نتاعنا. عندي 3 بيضات، عندي 100 غرام كريم فخاش. نشوفوا الان الطريقه اللي رايحين نديروها. هنا حطيت البصل، هنا عندي بصل، عندي نص حبه بصل هنا، ماشي بزاف البصل. نحطو هنا، نحطو هنا هاد كيما قلت الكرات او كيما نقولوا البواغو هكذا. نحطو الفلفل الخضر، نحطو عليه الفلفل الاحمر. كنت حطيت من قبل على البصل الملح، وتعرفوا انه البصل الملح راح يساعد الخضره باش تخرج هذاك الماء اللي فيها هكذا. يعني كنت حطيت الملح، نحطو فلفل كحل ونقلي هذه الخضره يعني حتى تدبل لي. نخليها تتخلى في الزيت حتى تدبل. كنت حطيت الملح، نحطو فقط فلفل كحل، نحطو كميه من الفلفل الكحل. وهنا في هذه الكيفيه اذا كنتوا تحبوا جوز الطيب تقدروا تحطوا جوز الطيب. نخليها هكذا يعني حتى تدبل لي هذه الخضره، يعني ماشي بزاف حتى تدبل بزاف، لكن فقط تبدا تدبل لي. انا راح نزيد الطيب في الفرن. تعرفوا انه الفلفل ما يديش وقت طويل في طيابه، يعني بالخف يدبل هكذا. نحطها فقط تدبل شويه. بعدها رايحه نحط لها الثوم هكذا، يعني قطع صغيره الثوم. هنا في هذه الكيفيه نقدروا نستعملوا الحبق. الحبق اللي هو يعني حيعطينا بنه لهذا الطبق. نشوفوا هكذا نحطوا الفلفل نتاعنا يعني حتى يبدا هكذا يبدا يدبل بالعقل. نتوما طبعا في بيوتكم عندكم الوقت تدبلوه اكثر من هذا. احنا طبعا عندنا هنا وقتنا راهو محدود. نشوفوا الطريقه اللي راح نديروا بها الكريمه نتاعنا. الكريمه نتاعنا هي باش نحضروا هذه الكريمه عندي نحتاج قلت 3 بيضات وايضا كريم فريش. نشوفوا الطريقه اللي رايحين نديروا بها. عندي 3 بيضات، نشوفوا 3 بيضات. نشوفوا لا كريم فريش، حطيت 100 غرام لا كريم فريش. نحط لها فقط قرصه ملح، نحط لها قرصه ملح، نحط لها الملح. وبعدها رايحين نشوفوا الطريقه اللي راح نستعملوها. نحطوا الملح ونبدا طبعا نحط هاد الخضره اللي كنت طيبتها من قبل طبعا اللي هي هذه. نبدا نحطها في هذيك الخليط اللي كنا درناه هكذا بهذه الطريقه. نحطوا هذا الخليط نتاعنا تاع هذا الخضار اللي هي فلفل، نقولوا عنها انها بيتزا بالفلفل. نحطوا هكذا هذا الفلفل، نصفيه طبعا بهذه الطريقه. لازم نصفيه بالزيت، ما نحطوش من الزيت، ما نحطوش مباشره. حطينا ملح فلفل كحل. قلت اذا كنتوا تحبوا جوز الطيب ما عليكم غير تحطوا كميه من جوز الطيب في هذه الكيفيه نتاعنا. ناخذوا هذاك الجبن اللي كنتوا شفتوه معايا. نشوفوا هنا هذا الجبن طبعا. هنا نشوفوا نخلطوا هاد المواد هكذا. بعدها ناخذوا هذا الجبن. نشوفوا هنا نحطوا قبل ما نحطوا عندنا شي نديروه. تعرفوا انه هاد السائل راح يطري لي هاد العجينه. باش ما يطريليش هاد العجينه نحطوا دائما لا شابلور في قاع هاد لا تارت، يعني او عفوا هاد لابيس نحطوا فيها لو بيسكوي ونخليها طبعا حتى نحطوها في الفرن حتى ينشف لي هاد الخليط. فقط نقول لكم راح نستعملوا ايضا الجبن هذا اللي هو الجبن غرويير. نحطوه من الفوق يعني قطع او حبيتوا تسكرفجوه. نشوفوا الكيفيه نتاعنا جاهزه على طاولتنا. نشوفوا هذه هي البيتزا اللي كنا حضرناها. هذه هي البيتزا نتاعنا